مساء الخير، برحب بحضراتكم دايما معانا وصوت مصر. مليونية جديدة مختلفة لأنها اختلفت عن مليونيات حصلت قبل كده الحقيقة بأشكال مختلفة أو اختلافها في نزول الكثير من أو كل القوى السياسية المختلفة بكل انتماءاتها جنبا إلى جنب في ميدان التحرير اليوم. صحيح المطالب ما كانتش واحدة، تعددت المطالب وتعددت الشعارات، منهم من يطالب بإلغاء قوانين، ومنهم من يطالب بسريان قوانين، منهم من يطالب بمحاكمة قاتلي الشهداء. والحقيقة بالمناسبة دي أنوه أن الجزء الثاني في حلقتنا هنلتقي مع أم وأب لشهداء مذبحة بورسعيد، ونتكلم عن المحاكمة اللي حصلت يوم الثلاث اللي فات. على العموم ايه اللي حصل في ميدان التحرير النهارده، وعلى ماذا اتفقت القوى السياسية النهارده لأول مرة من شهور طويلة جدا؟ ارحب بضيوفي ونعرف منهم احداث التحرير النهارده. ارحب بسيادة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. كمان يسعدنا يكون معانا دكتور محمد عصمت سيف الدولة المحلل السياسي. اهلا وسهلا. ماذا حدث اليوم نستطيع أن نقوله في مليونية التحرير؟ هو الحقيقة النهاردة المليونية كان لها طعم كنا يعني اشتقنا إليه منذ مدة. والبعض هو يمكن كان خايف نظرا للفرقة اللي موجود فيها القوى السياسية والتشرذم اللي بينها، ويعني كان في تخوف من عدم نزول البعض وتخوف من حدوث بعض يعني المشاحنات او التنافس الشديد او لكن انا لما نزلت، انا كنت هناك حوالي الساعه 11 وشويه، صليت الظهر هناك وتنقلت ما بين المنصات المختلفة دون ان اسال لمن هذه المنصة، لأن هذا لا يعنيني إطلاقا. كل ما يعنيني أنه منصة موجودة في التحرير بتطالب بتوحد القوى، وبتطالب برحيل المجلس العسكري، وبتطالب ب يعني إحداث التغيير وتحقيق مطالب الثورة. فالمظهر الحقيقة كان مظهر جميل، ويعني كانت الأعداد كبيرة، وكان كلها مجمعة على مطالب واحدة، وهو ايد واحده ورحيل المجلس العسكري، ويعني تسليم السلطه في ميعادها دون اي تاخير، اي تاخير مهما كانت المبررات ممكن ان يؤدي الى عواقب وخيمه. فيعني التحقيق المليونيه انا سعيد بيها، ونهايتها كانت كويسه الحمد لله، ما حصلتش اي تجاوزات ولا حاجه، ونتمنى ان شاء الله انها يعني تحقق اغراضها. يعني سياده المستشار، بعد توقف المليونيات لشهور طويله الحقيقه عادت مره اخرى الاسبوع اللي فات والنهارده، ما اسباب عودتها؟ يعني في نظر سيادتك ايه سبب النزول مره اخرى للميدان؟ الحقيقه احنا حسينا بترشح عمر سليمان، حسينا بالخطر، وده يمكن يعني زي ما بيقولوا رب ضارة نافعة. حسينا بالخطر، وحسينا ان الفلول بيتجمعوا مرة اخرى من اجل الانقضاض على الثورة وعلى مبادئها، وحسينا بان الازمات التي كانت تحدث في الشهرين الماضيين لم تكن أزمات حقيقية، ولكنها كانت أزمات مفتعلة، المقصود بها أن الناس تكفر بالثورة وتلعنها وتشتاق لأيام حسني مبارك، ثم يظهر الفارس الذي يقول أنا الذي سأخلصكم من هذه الأزمات. فيعني أعتقد أنه لولا هذا الذي حدث من الأخ عمر سليمان، يعني يمكن ما كانش القوة هتبقى متوحدة وهتنزل بهذا الشكل اللي نزلت بيه، لأنه هناك إحساس شديد بالخطر من ظهور الفلول مرة أخرى. دكتور عصمت، لو يعني حبينا نعمل مقارنة ما بين الجمعة الأسبوع اللي فات وجمعة النهاردة. جمعة الأسبوع اللي فات تحديدا دعا لها التيار الديني، وكان تحديدا الإخوان اللي دعا ليها، والنهاردة الدعوة كانت لكل القوى ورموز الثورية في مصر. لو عملنا مقارنة ايه الفرق بينهم، وايه سبب وجود الجمعة اللي فاتت ونزولهم الجمعة دي؟ هو الحقيقة الجمعة النهاردة هي يوم مختلف خالص، الناس كلها
بتتمنى انه ينتمي الى ال 18 يوم الجميله في حياتنا اللي هي من 25 يناير ل 11 فبراير. من يوم 19 مارس يوم الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، واحنا للاسف الشديد انقسمنا على قضايا غير حقيقيه ووهميه. انقسمنا الى اسلامي وغير اسلامي، اسلامي وليبرالي، سلفي واخواني، سلفي وصوفي الى اخره. فوق الانتخابات ولا قبل الانتخابات، والدستور اولا والانتخابات اولا الى اخره لو تتذكري. وقعدنا في كعب داير بقالنا حوالي سنه تقريبا او اكتر، واحنا في حاله اشتباك مع بعض عشان نكتشف كلنا في الاخر انه كل خرائط الطرق اللي كانت مطروحه، سواء كان قلنا 70 او 80% للتعديلات الدستوريه نعم زي ما عملنا، او قلنا 80% لا للتعديلات الدستوريه عايزين دستور جديد، عملنا انتخابات اولا او دستور اولا، كان هيحصل ان احنا هنيجي في الشهر الاخير قبل ما تتسلم السلطه هنلاقي ذات العقبات اللي مطروحه دلوقتي. كل الناس عندها دي القناعه دلوقتي انه ايا كانت خرائط الطرق المختلفه كنا هنيجي وقت الجد هنلاقي مجموعه عقبات. وده له مجموعه مؤشرات مهمه، اهم مؤشر فيهم هي مثلا مساله الماده 28. الناس اللي راحت قالت للتعديلات الدستوريه ما كانش يخطر على بالها ابدا انه الماده دي كانت موجوده من ضمن ال8 مواد، كان اسمها وقتها الماده رقم 76، ما كانش يخطر على بالها ابدا انه هيبقى في لجنه الرئاسيه محصنه ضد الطعن على قراراتها. والناس اكتشفت في الاسبوعين 3 اللي فاتوا قد ايه خطوره هذه الماده. ده كمثل. انا عايز اسال سؤال هنا في الحته دي. يعني معقوله انا النهارده بنزل اقول نعم او لا في مواد محدده لمصير وطن ومصير شعب ولا ادرسها جيدا؟ يعني احنا نتذكر جميعا كل التيار الديني او معظمه عشان ما نقولش او نعمم، كانت الدعوه نعم للاستقرار، وكلنا نتذكر كلمه غزوه الصناديق. اذا في اقتناع وقناعه تامه بنعم لهذه المواد. اتفضل. يعني ما درسوش الموقف بشكل حقيقي. هل ممكن تبقى في كل امور السياسه والحكم ممكن ما تدرسش بشكل حقيقي ونكتشف بعد سنوات او بعد فتره عدم دقه الدراسه؟ سؤال مهم، بس تعالي احنا نتفق على حاجه. اتفضل. ان احنا ما عملناش ثوره قبل كده، ما عملناش ثوره شعبيه قبل كده، وبالتالي احنا بنغلط، كلنا بنغلط، بس المهم نوايانا كانت طيبه. الناس احنا عملنا اخطاء كتير، مش بس بقول لك ان احنا صوتنا على الماده 28 وان احنا كمان قبلنا الاعلان الدستوري اللي زود له 60 ماده ولا 55 ماده على ال8 مواد، لكن اهم من كل ده ان احنا قبلنا ان احنا نتخانق وننقسم. احنا قعدنا ننقسم ومتصورين ان في بيننا وبين بعض خلافات حقيقيه عشان نكتشف في الاخر انه احنا في نفس السله. اجهزه الاعلام طول الوقت طول السنه اللي فاتت كانت بتقول ان في 3 اطراف، في الاداره المصريه اللي هي ممثله في المجلس العسكري وحكومته، وفي التيار الاسلامي، وفي التيار غير الاسلامي بكل تركيباته. الحقيقه وبالتالي كان طول الوقت في نوع من انواع الكلام انه الطرف من الاطراف الاسلامي زائد المجلس العسكري، الناس كانت متصوره كده بيتحالف او يتفق او يعقد صفقات ضد التيار الثالث، وبعدين بعد شويه تطلع قصص وتحليلات انه لا ده المجلس العسكري وبعض التيار الثالث يتحالف الى اخره. كل هذا الكلام في الاخر اكتشفنا انه كان اكبر غلطه نقع فيها، وانه الصح الوحيد ان يبقى في طرفين في البلد. طرف في 30 يونيو هيسلمنا السلطه، وطرف بيستلم السلطه. الطرف اللي بيستلم السلطه ده طرف واحد، وهو كل الناس اللي قامت بالثوره من 25 يناير ل 11 فبراير، اسلاميين وغير اسلاميين بكافه اتجاهاتهم. ما هي الخطا ده، ما هو الخطا ده، ويمكن سياده المستشار بيقول احنا وقعنا في ازمات او في ازمات تعرضت لها او تعرض لها المواطنين في الشهرين دول. ليه ما بنرميش الخطا على القوى الثوريه والنخبه والرموز اللي تصارعت مع بعض وتركت المسائل مفتوحه؟ كل الناس بتقول هي غلطت وكل الناس بتصح، مفيش حد دلوقتي صحيح. النهارده حدث في ميدان التحرير اعتذار من حزب الحريه والعداله على المنصه وجماعه الاخوان المسلمين في اعتذار على بعض الاخطاء اللي تم الوقوع فيها من قبلهم. حصل ده يا سياده المستشار النهارده؟
انا الحقيقه ما سمعتوش. كان تردد هذا انه في انه اعتراف بالاخطاء. هو في اعتراف بالاخطاء، بس انا يعني الحقيقه هذا الاعتراف انا اعتبره غير كافي، لاني انا بقرن هذا الاعتراف بسحب المرشح الحريه والعداله دكتور مرسي. الدكتور مرسي. يعني انا اعتقد ان الاخوان المسلمين بترشح يعني سواء الاخ خيرت الشاطر او مرسي خسروا كثيرا في الساحه، لانهم وعدوا ولم يفوا. طبعا في ناس هيقولوا لي لا ده سياسه والاوضاع اتغيرت، لكن الناس بتنتظر من الاخوان المسلمين غير هذا. يعني معلش يمكن لو صدر هذا من احزاب اخرى يمكن يكون مقبول، لكن لما تيجي عند الاخوان المسلمين بهذه الصبغه الدينيه التي تعتمد على الوفاء بالعهد والكلام الواحد والى اخره، يبقى صعب شويه. ولذلك انا اعتقد ان هذا الاعتذار غير كاف في هذه الظروف. احنا عايزين نوحد القوى، فبرجوهم والح في الرجاء لمصلحه مصر ولمصلحتكم انتم الشخصيه ان يتم سحب هذا المرشح، وان يتم التوافق على المرشحين الباقيين عشان نقدر نبقى يد واحده وقوه واحده وننجح الشخص اللي احنا نرضى عنه واللي يرضى عنه بقيه القوى، وان احنا نقدر نتغلب على بقيه المرشحين في الاتجاهات الاخرى. لاني انا الحقيقه يعني ما يعني بعضهم طبعا انا ارفضه تماما زي احمد شفيق وعمرو موسى، يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع ده شويه، لكن انا اتمنى هذا من الاخوان، لكن الاعتذار وحده لا يكفي. الاعتذار وحده لا يكفي، وانه سياده المستشار بيطالب الاخوان انه يجب سحب مرشحهم للرئاسه دكتور مرسي. هذا يكفي لعوده رصيد الاخوان مره اخرى في الشارع المصري؟ هو احنا يعني احنا تقريبا دلوقتي الناس واصله لنفس التقييمات. يعني انت لما تحللي الناس كانت بتقول ايه، مثلا هضرب لك مثل الموقف من حكومه الدكتور الجنزوري. اول ما تم تكليف الدكتور الجنزوري بالحكومه في كان وجهتي نظر. وجهه نظر بتقول انه الدكتور الجنزوري 17 سنه من حياه نظام مبارك اللي 30 سنه كان بيشتغل في الوزاره، وبالتالي غير منطقي. في وجهه نظر ثانيه كانت من ضمنها الاخوان المسلمين تعالوا نديله فرصه. حصل اختلاف وانشقاق حول هذه القضيه. انا بضرب لك مثل. النهارده بعد ما خاض البرلمان بالاغلبيه بتاعته وفي القلب منها الاخوان المسلمين التجربه، قالوا احنا الحقيقه اكتشفنا انه احنا ما نقدرش نتعاون مع هذه الحكومه. النتيجه ايه؟ ان هم وصلوا لذات الموقف اللي كانت القوى السياسيه الاخرى بتقوله من 3-4 اشهر. يبقى موضوعيا القضايا الخلافيه اللي كانت الناس بتختلف عليها خلاص. في قضيه ثانيه، القضيه الثانيه هي القضيه الاهم، والمستشار الخضيري قاعد معانا اهو، اللي هي قضيه الجمعيه التاسيسيه. الناس لازم تتراضى، يعني لازم الناس في مصر كلها تتراضى بصرف النظر عن حكم المحكمه الاداريه. انا كنت اتمنى انه الاغلبيه في اي حته في العالم مش بس في مصر، والاغلبيه النهارده هي التيار الاسلامي وعلى راسها الاخوان المسلمين، ان هم كانوا يتصرفوا بصفتهم الاغلبيه، ما كانوش يدوا فرصه لمجموعه من الناس تروح تخبط على باب المجلس العسكري وتروح تشتكي له، تقول له يا مجلس عسكري والنبي انصرنا دول ظالمينا، لانه احنا المفروض كلنا صف واحد، ما نروحش لحد تاني، ما نروحش لحد غريب زي ما بيقولوا في السلطه التنفيذيه، احنا بنعمل دستورنا. وكمان ما كانش لازم نروح للقضاء الاداري ونشتكي بعض ونعمل على بعض قضايا. كان المفروض ايه الحل يعني؟ ما انا بقول لك اهو، الفكره انه كنا نتراضى من الاول بان ندي فرصه اطول للحوار، بحيث ان كل الجهات والمؤسسات تشارك فعليا. واحنا المشكله عندنا ايه كاغلبيه؟ اللي هي قضيه الهويه، هويه مصر العربيه والاسلاميه، ودي ما فيش عليها قضايا خلافيه. البنود الثانيه في الدستور احنا لينا مصلحه كلنا ان هي تبقى ديمقراطيه. الملاحظه الوحيده اللي قالوها الناس من خارج الاغلبيه وعندهم حق الحقيقه فيها، مش قضيه انه هل كلمه الانتخاب في من داخل المجلس، لا مش هي القضيه. القضيه انه يمكن يبقى في تضارب مصالح. يعني انا عضو اغلبيه او عضو برلماني في مجلس الشورى،
مش هيبقى من مصلحتي في الدستور الجديد مجلس الشورى بالظبط. انا مش هيبقى من مصلحتي ان انا اعمل نظام رئاسي، لاني هخفف قبضتي البرلمانيه، وبالتالي انا حريص على استمرار المده ال4 سنين او 5 سنين دول، وهكذا. مش هحب ان هم يتحل المجلس في الوقت الحالي، وال50% عمال وفلاحين، وبالتالي بصرف النظر انا اغلبيه وانا طيب وانا كريم والناس انتخبتني وكل ده على عيننا وعلى راسنا، لكن قد يكون هناك تضارب في المصالح. كان يعني الافضل اذا تضاربت المصالح وجب تنحي القاعده القضائيه، ان احنا نقدر نعمل هذه المساله من خارج البرلمان تماما، والناس عايزه تحط معايير نشرك الناس كلها، نريح الناس كلها، بحيث ان في حضرتك ما اعرفش سمعت معانا كلام تردد على انه في اقرار مشروع في مجلس الشعب لاختيار المعايير اللي هيوضع عليها الجمعيه التاسيسيه او اختيار الاعضاء. حقيقه الامر بقى من رئيس اللجنه التشريعيه مع حقيقه المشروع ده. احكي لنا مشروع قانون يا سياده المستشار. اللي انا عايز اقوله الاول لا يوجد اي مشروع لاي قانون في هذا الشان اطلاقا. كل ما اتى الى اللجنه التشريعيه خطاب يا جماعه يا لجنه التشريعيه اعملوا جلسات استماع لكي تستمعوا لآراء الناس كلها عشان تقدروا تطلعوا بخلاصة. الناس عايزة تختار لجنة الدستور ازاي، ايه المعايير اللي الناس عايزاها، وبناء على ذلك انا شخصيا عملت جلسة يوم الأحد الجاي الساعة 6 مساء، وأرسلت ورأيت أن أبدأ بأساتذة القانون الدستوري باعتبارهم عمود اللجنة التأسيسية بتاع الدستور. كلام جميل. كلام جميل. ارسلت اليهم ما كانش فيه يعني مش كلام رسمي، ده مش كلام رسمي وانما استشاري كده. استشاري. هنقعد، هيجي الدكتور كمال ابو المجد، وهيجي الدكتور ابراهيم درويش، وهيجي الدكتور ثروت بدر، وهيجي كل اساتذه القانون الكبار، ومن مختلف الاتجاهات وهيجوا يقعدوا والله احنا عايزين المعايير تبقى كذا كذا كذا، واللي ما يقدرش يجي يتفضل علينا بان هو يرسل لنا كتابة المعايير التي يرى على اساسها اختيار هذه اللجنة، وبعد ما ننتهي من جلسات الاستماع هذه سنلخصها تلخيصا وافيا ونقدمها للبرلمان بشعبتيه الشعب والشورى لكي يضع هذه المعايير موضع الاعتبار عند الاختيار. هذا كل ما حدث تماما. اما القول بان هو في مشروع قانون وجاي لنا، يعني عيب، ما افتكرش ان ده ما حصلش. طيب يعني ده يخليني اسال دكتوره عصمت، الكلام ده حوار طويل عشان نعمل الدستور. طيب ما خطورة وجود انتخابات رئاسة كمان شهرين قبل الدستور؟ ايه الخطورة يا دكتور؟ بالعكس، هو كان المستشار طارق البشري كان بيقول انه كل المواد الدستورية اللي عملناها وعدلناها كانت حكمتها الرئيسية انه لا دستور الا في ظل مؤسسات منتخبة. بعد انتهاء كل لانك انت يعني كل الناس اللي ستشارك وتبقى موجوده وليها صلاحيات وسلطات سواء تشريعيه او تنفيذيه اثناء وجود الدستور منتخبه من الشعب. غير لما تعملي الدستور في وجود السلطه الحاليه او المجلس العسكري. من الناحيه الموضوعيه ممكن هو عنده سلطه تنفيذيه يتدخل يقول لك دي او دي لا. لكن هل ده ممكن يعمله رئيس الجمهوريه؟ ممكن يعمله رئيس الجمهوريه، بس يبقى فيه رئيس الجمهوريه منتخب، لكن هيبقى فيه في مقابله سلطات برلمانيه، وبالتالي يبقى فيه توازن. وبالتالي فكره لا دستور قبل انتخابات الرئاسه دي نقطه متفق عليها، وكان في تصريح اتعمل في خبر اتسرب في انه في اللقاء الاخير بين المشير طنطاوي والاحزاب السياسيه اتقالت جمله على لسان المشير طنطاوي انه مش هنعمل انتخابات الرئاسه الا بعد الدستور. فالناس يعني اثيرت حاله غضب شديد. وطلع بعد كده هو طلع تفسير بشكل مختلف، وبالتالي في اتفاق بين الناس كلها انه احنا عايزين هنعمل انتخابات الرئاسه في ميعادها وهنسلم السلطه في ميعادها ونعمل الدستور بعده، وانه في شرطين رئيسيين احنا اتفقنا عليهم دلوقتي لمرادات الجميع،
وهو ان احنا نتوافق على مرشح وطني لمصر كلها. كلمه توافق دي برضو بعد ما يعني شويه يا دكتور، ان احنا نقول احنا والله بقى عايزين اقول لك الشكل الثاني بس قبل ما تعلقي على ده، واللي هو النقطه اللي احنا قلناها. بس كلمه توافقي دي الواحد خلاص لا يعني توافقي بمعنى ايه؟ بمعنى انه احنا طول الوقت قاعدين نتكلم انه في ثوره وفي ثوره مضاده. الثوره تحاول تتفق على واحد كلها. ما هو تيار ديني ولا تيار ليبرالي؟ ما هي دي النقطة، يعني عايزين نتخلص من العقدة دي. نتخلص من العقدة دي. يعني نبطل نقسم الثورة والثوار إلى تيار ديني وغير ديني. هي دي الخطأ. مين اللي يبطل يا دكتور؟ كلنا. لا المواطن يعني حقيقة كل الناس اللي في التحرير النهارده، الناس اللي في التحرير النهارده كانت بتركز وبتدفع في من كل الاتجاهات في انه تعالى نتفق على مرشح وطني مصري ثوري من الثوره. الفكره دي احنا هنبنيها، لان اتعلمنا في السنه اللي فاتت ان كميه الصراعات والقضايا اللي احنا اتصارعنا عليها ليس لها وزن ولا قيمه، وفي الاخر اذا لم نتسلم السلطه هنبقى كلنا ضحايا عدم تسليم السلطه، واذا حصل انقضاض على الثوره من قبل قوى الثوره المضاده هنبقى كلنا ضحايا لدي المساله. وبالتالي في توافق دلوقتي فعلا وفي رغبه. انت لو رجعتي، لو حد عمل مسح لكل المقالات والبرامج الاعلاميه والفضائيات، القضيه الوحيده اللي ما فيش كاتب كبير او صغير في مصر ما كتبش عليها في ال 48 ساعه والاسبوع اللي فات الحل ان احنا وحده الناس وتوافقها. هو مش متاخر شويه الحل ده، يعني بعد قفل باب الترشيح وقفل اي طرق لشخصيات تطلع من الميدان ممكن. عمر ما متاخر. الحمد لله ان احنا وصلنا لكده. الحمد لله. على العموم هقف عند الحمد لله وصلنا لكده. معانا تقرير مهم من الشارع، هنشوف راي المواطن فيما يحدث ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفي. اللي استبعدوا دول هم استبعدوهم كده هو عند، لا كل واحد عليه حاجه، مفيش حاجه بقى نظام سابق ولا نظام حالي. استبعدوهم عشان عندهم قواضي، اللي عنده والدته في جنسيه امريكانيه كده هو، فالمفروض يهدوا البلد. هم طالما بيحبوا البلد يوقفوا مع الناس، يساندوا الناس اللي هي موجوده دلوقتي. لازم عشان السلطه تسلم في 30/6 لازم يكون في هدوء عشان ندي تطمينات الناس تستلم، ويجي رئيس جديد منتخب بإرادة شعبية. هنقول مثلا واحد زي خيرت الشاطر، هم بيقولوا ان كان عليه تهم قضائيه، هي تهم سياسيه. طب ما هي تهم دي كانت في عهد نظام خلاص، والنظام ده يعني بائد، والنظام ده انتهى. فيعني بخلع هذا النظام المفروض كل المحبوسين سياسيا بسبب معارضه هذا النظام، وهي حبذا ان الثوره قامت، يبقى المفروض يعاد النظر فيه. عايزين المسلمين والاسلام يمسك، الاسلام هيضم المسيحيين، هيبقوا اخواتنا وقاعدين في بيتنا وكلنا واحد وايد واحده. اذا كانت انتخابات نزيهه 100% الصندوق لا يحكم، احنا هيجي رئيس مصري بغض النظر عن التيارات انا عايز اخلي الاخوان المسلمين والسلف كلهم دول الاخوان المصريين. احنا يا جدعان مصريين مسلمين. احنا بنطالب مجلس الشعب اللي احنا انتخبناه انه يطالب المجلس العسكري انه يسقط الماده 28 من الدستور، لان الماده دي غير قانونيه ولا توجد في اي دستور من دساتير العالم، ويغير اللجنه الانتخابيه اللي هي افسدت الحياه السياسيه وزورت الانتخابات 2005 و2010 وزورت انتخابات النقابات، وكلها علامات استفهام. نرجو تغييرها ويسيبوا الشعب يختار الرئيس اللي هم عايزينه. اللي دخلوا الشيخ حازم في حوار وامه امريكيه وبعد كده برئوه وبعد كده رجعوه، هيطلعوا مبارك براءه وهيطلعوا احمد عز براءه وهيطلعوا احمد العدل براءه، والشعب اللي هو هيبقى متهم. ليه كل الاحزاب دي ما تتجمعش كلها مع بعضيها سيادتك؟ ويرسوا على شخص يقود البلد ويوصلنا لبر الامان؟ ليه احنا ما نعملوش كده؟ النهارده كله بيتكلم وكله عايز السلطه، بصرف النظر عن هو صح ولا غلط. انا بصراحه ما اعرفش الشيخ حازم واذا كان هو صادق ام كاذب، والله اعلم. انا ما اقدرش اظن في ظن السوء، ممكن يكون صادق وياخد حقه. يعني انا مش من مؤيديه، بس لو كان صادق لازم ياخد حقه، لان بصراحه ربنا حرام ما ياخدش حقه. اما لو غير ذلك لا، يبقى القانون. احنا عايزين واحد يعبر على مشاكل الناس بحالها، لان هو كده يقود البلد. انما حاليا النهارده التيار الاسلامي عايز ياخد السلطه، مجلس الشعب خدها، ما استفدناش منه اي حاجه. كل فصيل النهارده بيدور، احنا عايزين واحد يقول ان انا مصري،
رئيس جمهوريه يقول ان انا مصري، ما يقولش لاي فصيل. انا عاوز احكم على الناس دي، اشوفهم هل هم صادقين ولا لا، لما اشوف وزير منهم او وكيل وزاره او مدير عام. لكن لغايه النهارده العمليه ماشيه زي نظام المخلوع بالظبط. وطبعا بشوف ان الاعلام بيتجنى شويه على الناس اللي هم الاسلاميين، لابد ان احنا نديهم فرصه كامله وبعدين نحكم عليهم. لازم المرشح الرئاسي ده بيبقى ليه قواعد وليه CD معروف، لازم يبقى ليه علاقات خارجيه بره. عايزينه رئيس توافقي بالنسبه لجميع الجماهير او بالنسبه للشعب المصري عموما، يعرف احتياجاتنا وطلباتنا ويكون عنده مرجعيه دينيه اسلاميه، مش شرط حزبيه زي الحزب الحريه والعداله او السلفي. والمهم يكون ماضي بتاعه مشرف بالنسبه لينا ومعروف، دي شيء مهم جدا. واول شيء باذن الله يعني يكون رئيس يعني يتقي الله فينا وفي العباد، بحيث ربنا ياخد بايد مصر ونوصل باذن الله من المرحله دي ونطلع ونبقى احسن دوله باذن الله. برحب بحضراتكم مرة تانية. سيادة المستشار، قطعا مادة 28 والمادة 60 شاغلين بال المواطنين. بقينا نتكلم في القانون بشكل كبير جدا وعايزين نفهمها بشكل أكبر. لو اتلغت بالفعل المادة 28 النهاردة، حصلت المعجزة، هل هيكون لها أي تأثير على أي قرارات سابقة تم اتخاذها من قبل هذه اللجنة زي استبعاد المرشحين مثلا، ولا هتبقى إلغاء لما بعد ذلك؟ لا، لو اتلغت المادة هيبقى بلا شك لها أثر على كل ما اتخذ من قرارات، بحيث ده أثر يجوز الطعن فيها طبعا، لأن أصل الطعن يعني إلغاء الطعن ده شيء غير طبيعي. يعني يكون اللجنة أيا كانت هذه اللجنة مكونة من أي شخصيات كنت حصل قراراتها، ده شيء يعني غير عادي. ودي المادة دي الحقيقة كانت موجودة، اللي هي المادة 76 اللي كانت موجودة في الدستور 71 وكانت محطوطة للوريث. يعني كانت محطوطة بهذا الشكل عشان تحصن هذه القرارات. للأسف الشديد أن المجلس العسكري أخذ عجز المادة اللي هو خاص بعدم الطعن بالقرارات وحطها في الإعلان الدستوري. وإحنا أول ما انعقدنا في مجلس الشعب كان من أهم الأمور اللي عانتنا إلغاء هذه المادة. فلما أنا فكرت في هذا الموضوع جبت الإعلان الدستوري ورأيت وجدت أن هذه المادة من ضمن المواد الثمانية التي تم الاستفتاء عليها. وبالتالي فإن تعديلها يحتاج إلى استفتاء. لو أنا طلبت من المجلس العسكري إلغائها هيقول لي استفتي. معنى استفتاء معناه تأجيل الرئاسة. تأجيل ده. وطبعا تأجيل الانتخابات الرئاسة أنا قلت للزملاء، قلت لهم لو أن المجلس العسكري اتخذ هذا الطلب تكئة لتأجيل انتخابات الرئاسة، الناس هتموتنا احنا، هتقول لنا انتوا السبب اللي اجلتوا انتخابات الرئاسه. فطبعا للاسف ما قدرناش اطلاقا نتغلب عليها، بس الحقيقه خففنا من اثرها بان احنا عدلنا الماده 30 والماده 38 الخاصه بفرز الاصوات، ودي اهم مرحله بيتم العبث فيها بالانتخابات. ان اللجنه انا ما اعرفش النتائج ايه، وبالتالي تبقى النتائج سريه، تروح اللجنه تطلع النتيجه اللي على مزاجها، وانا اقعد كده اتلقى النتيجه دون ان يكون لي اي تصرف. وده تصرف في منتهى الخطوره، وده اللي كان بيحدث. سيادة المستشار، البعض بيسأل الفترة دي تحديدا لماذا ترديد كلمة تزوير الانتخابات او الخوف من التزوير، برغم انه كلنا اشدنا بنزاهة الانتخابات لمجلس الشعب، وقد كده كانت فيها شفافية ونزاهة وفيها اختيار حر للشعب المصري. ألا تجد أن هناك تناقض ما بين الموقفين في شهور قليلة جدا؟ لا، مش تناقض ولا حاجة، لأن ده موروث 60 سنة مش هتمحيه. طب ما كان في مجلس الشعب موروث 100 سنة. أيوة، وكان موروث. واحنا الحقيقة فوجئنا بأن الانتخابات مجلس الشعب والشورى تمت في نزاهة. خدت بالك؟ ده كان يعني يعني الناس كانت مفاجأة، مش قادر تصور هو ذلك الإقبال اللي حصل. لكن انتخابات الرئاسة قد يكون لها طعم آخر، قد يكون للمجلس العسكري نية أخرى في مرشح بذاته، غير لما بص لقى مجلس هو في كمان من غير تحديثك. هو ده سؤالك مهم قوي. هو الحقيقه حصلت وقائع. احنا كنا قاعدين في امان الله. حصل وقائع برضه، كنا قاعدين في امان الله. دخل لغايه ما حصلت انه لقينا الجماعه المتهمين الامريكان
مثلا تدخلت المجلس العسكري والسلطه التنفيذيه في القضاء، ولقيناهم في الطياره ومسافرين. لم يثبت برضو يا دكتور التدخل لانه طلع القضاء وقالوا احنا ما انت سالتي السؤال، ما انت سالتي السؤال. فده نمره واحد. تاني حاجه حصلت انه مجموعه من القضاه الشرفاء راحوا عملوا جمعيه عموميه غير عاديه لمناقشه هذه المساله ولسحب الثقه من المستشار عبد المعز. فكانت نتيجه الجمعيه العموميه 154 صوت في لصالح المستشار عبد المعز في مواجهه 101 صوت. دي كانت نقطه. تانية الواقعه الثالثه ان احنا الجماعه المرشحين الرئاسه اللي عايشين في مصر الاخرين قاعدين شقيانين بقالهم سنه علشان يجمعوا 30,000 توقيع، وفجاه في بحر 17 ساعه ترشح السيد عمر سليمان وقيل انه راح ب 46,000 توقيع وقيل ان مؤسسات الدوله ما هي طلعت ده مش كامله اهي. ما في 30 توقيع 46,000 في موروث يدعو لا ده مش موروث يا سياده المستشار، ده مش موروث، ده حاضر موروث. وبالتالي الناس قالت يا نهار ابيض اذا كان واحنا قاعدين على راي المسرحيه واحنا قاعدين كل ده بيتعمل واحنا عاملين ثوره والناس كلها عينيها مفنجره، فما بالك بقى لما تكون المساله تسليم المنصب الاكبر والصلاحيات الاكبر في مصر اللي هتجرد كل السلطات الحاليه بما فيها المجلس العسكري من صلاحياتها وسلطاتها. وبالتالي الناس قالت لا، اذا كان قرار المتهمين الامريكان حصل فيه وهو قرار تافه وصغير حصل فيه التدخل فمن الممكن جدا، بالاضافه لان احنا لغايه دلوقتي ما فتحناش الصناديق السوداء لمصر. احنا ما نعرفش برضه الصندوق الاسود. ايوه انا قاصد ما نعرفش مين ايه. احنا ما نعرفش مين ايه، ما نعرفش في اين الفساد في مؤسسات الدوله، مين فاسد ومين لا. الافتراض ان الناس كلها خيره وطيبه على راسنا، لكن على راي المستشار مثلا حسام الغرياني رجل كريم قال انه احنا عندنا في مصر قضاة مستقلون لكن ما عندناش قضاء مستقل. وبالتالي ايه هي شبكه العلاقات العميقه والمتشعبه اللي بتصيغ قرارات الناس كبار موظفين الدوله وعددهم بمئات الالاف وتخليهم يبقوا واقفين يلتزموا بالاوامر العليا. المساله معقده. احنا مش بصدد سلطه تنفيذيه صغيره، هو يعني دوله بصدد دوله، انه مش تخوين ولكن هو حرص من وقائع معينه ان احنا حرص في وقائع حصل. طيب انا برضو هنتقل كلنا الخوف الشديد، اخر جمله اعتراضيه، الخوف الشديد جدا جدا وكلنا شركاء في هذه المساله، انه لو الناس شمت ريحه انه الانتخابات الرئاسه تم تزويرها ممكن تحصل حرب هتبقى مأساة في مصر. فاحنا عشان كده من كتر خوفنا جميعا، ده مش بس كل مصريين مرعوبين من كل الجرايد قريت تصريح من اغرب التصريحات اللي قيلت على لسان المهندس خيرت الشاطر. اكيد كلكم قريتوها النهارده. اما قال انه والله قرار الاستبعاد ده قرار تم بناء عن اتصال ما بين المجلس العسكري واللجنه العليا. وقالوا له عرفت منين؟ قال احنا لنا مصادرنا الخاصه. ديك عارفها. لما سالوه يعني ايه ليك مصادرك الخاصه يعني؟ قالوا لا احنا الاخوان في كل حته. بين قوسين ما معنى هذا التصريح يا سياده المستشار؟ يعني تحليل هذا التصريح. انا عايز اقول حاجه ان يعني مع احترام كلامه يمكن هو قال بالتعبير بس رصدنا وده كلمه مخابراتيه بس رصدنا اتصالات. ما معناه؟ يعني بعض الاعضاء لجنه الانتخابات تدور حولهم بعض الاحاديث وهذا يفتح مجال للقيل والقال. خدت بال حضرتك؟ انا يعني عشان بس ما ورطكيش وادخلك في قضايا مش هقول اسماء، لكن انا لو عايز اسماء قال في البرنامج على مسؤوليه سياده المستشار. وبعدين ده رئيس اللجنه التشريعيه، قانون على طول يمنع مقاضاه اي اعلام. اتفضل. خدت بال حضرتك؟ فانا بتصور ان هذا ناتج من استنتاجات نتيجه لمعرفته بعض الاشخاص. ومن ضمن الحاجات اللي اتقالت مثلا ما هو المستشار ابو العز
اللي هو يعني صاحب واقعة الأمريكان الذين سافروا هو عضو في هذه اللجنة. فطبعا كون إن وجود هذه الشكوك ممكن يدفعه ان هو يقول حرصنا وما رصدناش، لان بصراحه يعني اللي هيعمل حاجه زي دي مش هيتكلم في التليفون ولا هيتكلم قدام حد، لان احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش اللهو الخفي اللي قال ابو العز طلع الامريكان، لكن هو معروف برضه ما نوصلش. برضه عشان الوقت بيجري بيا ودقايق متبقيه، وانا لازم اعرف راي حضراتكم تحليلا وقانونا في ردود افعال بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات. يعني تحليل حضرتك جواز ردود الافعال، وما هي مؤشرات بقى القادمه من مثل هذه الافعال؟ يعني اذا كان النهارده التلويح بالجهاد وقطع طرق، ويعني بالامس واليوم. بصي، هو اقول لك حاجه، احنا في ايه قرانيه بتقول ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يعني شوفي بقى مكارم الاخلاق اللي احنا متربين عليها، ولكن حصل استثناء رباني انه يا عبد اذا حسيت انك مظلوم فقلت كلام وحش، مفهوم هذا الكلام ومش هنحاسبك عليه. اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه احنا متضايقين كلنا. مشكلتنا مش في قرارات اللجنة، مشكلتنا في المادة 28 تاني. ليه؟ لأنه لو كان اللجنة لها أي قرارات أيا كانت وأنا من حقي أني أروح أطعن وأدقق وأثبت وهكذا، كنت خلاص خلي اللجنة تعمل اللي عايزاه. لكن المشكلة كانت أنه قرارات اللجنة وأنا ما أقدرش أقول بم. هذا الكلام خلى فيه مشاكل كبرى. النمرة 2 أنه بيني وبينك برضو الطريقة اللي تم بيها إخراج الحكايه بالذات بتاعت الشيخ حازم ابو اسماعيل، ان هي في اخر 48 ساعه وكلنا مش عارفين الحقيقه، وفجاه نلاقي كل الجرايد وكل وسائل الاعلام نازله بنفس الورقه اللي فيها خطوط برتقاني دي، وكانه في جهه. هذا الكلام يثير الريبه، انك انت طب ليه ما قلتوش من الاول؟ في ناس كتير جدا اللي هي مختلفه مع الشيخ حازم ابو اسماعيل في توجهه السياسي قالت رغم ذلك الا ان احنا ما ارتحناش لطريقه اداره اللجنه لهذه المساله. انت عندك ازمه حديثه في مصر بقى لها عده شهور، قلنا اسبابها في قضيه سفر المتهمين، قبلها الافراج عن مجموعه المتهمين من الشرطه اللي متهمين بقتل مجموعه من الشهداء والمتظاهرين في احكام كذا، الجواب التقدير والمبايعه والمباركه اللي بعته المستشار رفعت رئيس الدائره اللي بتحقق في قضيه مبارك للمستشار عبد المعز في الجمعيه العموميه اللي احنا اتكلمنا عليها. في مؤشرات بترصد، انتوا راصدين كمان في مؤشرات اعلنوها، ما ده كان منشط. ده كله اثار عند الناس وجدان نفسي بالاستعداد للاستفزاز عند اي قرار. لما طلعت اللجنه هذا القرار بتاعها وانا مش قادر اطعن عليه، كانت ردود الفعل دي متوقعه، وبالتالي هل ترى هتقف عند هذا الحد ويبقى انفجار او غضب لحظي، ولا ستستمر الفتره؟ لا، لو حصل انه في انتخابات، كله اللي هيحسم هذه المساله الى الابد اللي هيحصل في انتخابات الرئاسه، مش بس يوم الانتخاب، في الاسبوعين 3-4 اللي قبل الانتخاب. يا ترى يا هل ترى الدوله ستنحاز اعلاميا او باي شكل من الاشكال لمرشح بعينه، وهنرى من خبراتها القديمة ما سيؤدي إلى نجاحه بما فيها اللعب يوم الانتخابات ولا لا؟ دي اللي هتقطع عرق وتهدم. خلينا نختم مع سيادة المستشار نهاية عشان ما يبقى يعني نبص بقى على الطرف الآخر، وهو الرموز والنخبة والقوى الثورية. ماذا سيفعلون وما هو ختام اليوم؟ هل هناك جمعة قادمة؟ هل هناك اعتصام من اليوم؟ سمعنا انه انصار حازم ابو اسماعيل معتصمين في الميدان، هل هذا صحيح؟ الحقيقة انا يعني لما انصرفت من الميدان، يمكن انصرفت حوالي الساعة 4، كانت بدأت الناس تنصرف، وسمعت اليوم الاثنين معتصمين، معلش عفوا، انصار حازم ابو اسماعيل معتصمين يوم الاثنين، اعلنوا اعتصامهم من يوم الاثنين في الميدان. يعني انا اتصور ان هذه يعني ثورة غضب ستهدأ
وستهدأ قريبا، لأني يعني ليس من المصلحة العامة استمرار استمرار. طب في جمعة قادمة، في دعوة لجمعة قادمة ولا ما اتفقتوش؟ لم توجه دعوة لجمعة قادمة حتى الآن. وأنا أعتقد إن احنا دخلنا على المرحلة الخطيرة، وهي مرحلة الدعاية الانتخابية، ويجب أن نتفرغ لشيء مهم جدا إن شاء الله نرجو إن احنا ننجح فيه، في توحيد المرشحين، بحيث إن احنا يبقى عندنا مرشحين يعني قلة يستطيع الشعب أن يقارن بينهم بسهولة، ونخرج بالمرشح اللي هو يرضى عنه الشعب. أنا ما بحبش يعني مرشح توافقي دي، لأن احنا عايزين ندوق حلاوة الانتخابات. انتخابات موجودة في الدنيا. إذا كان حد هيتنازل لآخر عن مركز الصدارة في السلطة؟ ممكن وارد يعني مش هنشوف، لأن المشكلة كانت يعني إذا كان من المفروض أن يكون هناك دستور توافقي، لكن أنا ضد مرشح توافقي، لأن الانتخابات حلوة وعايزين نتعلم وعايزين ندوق حلاوتها ونتعلم الديمقراطية، وإن احنا نرفع يعني تعظيم سلام لما تسفر عنه إرادة. طب أنت هترشح مين؟ قول لي بس، ما تقولش اسم دلوقتي على الهوا، تبقى دعاية واحنا في صمت. حد من أي تيار، هتطير هنا ولا هناك ولا فين؟ لا أنا طبعا مش أعتقد إن من التيار الإسلامي يعني. مش من الثوري. نعم، مش من التيار الثوري. تيار الثوري، ما هو تيار الثوري. لا تيار الثوري طبعا. لا دكتور عصمت حددت لا احنا كلنا يعني حاليا كل المصريين بصدد بلورة موقف. لسه الناس ما خدتش قرار، ما حدش خد قرار نهائي غير الانصار المقربين. ان شاء الله ربنا يعبر بمصر الى الامان ان شاء الله بفضل كل شعبها. ان شاء الله واحد كلنا مشاركين في المسؤوليه، واحنا كلنا مشاركين في النتائج. بشكر ضيوفي الكرام اللي نورونا النهارده في الاستوديو. شكرا لحضراتكم، وانتظرونا بعد الفاصل هنكمل معاكم ايه اللي حصل في محاكمه المتهمين في مذبحه بورسعيد.